اهلا يا بروفيسور. في الجزء الثاني اللي هنتكلم فيه في اشياء اخطر، بس حابب نلخص الجزء الاول عشان المشاهد يقدر يربط الاحداث ونقدر نوصله افكارك بشكل كامل. اتكلمنا في الجزء الاول عن الخطه الامريكا بمبدا مونرو وخريطه امريكا الشماليه الكبرى، وان الحرب هدفها ايقاف انتاج النفط في ايران والخليج. العالم هيعتمدوا على فنزويلا وكندا في استيراد الطاقه والنفط، وقتها هيكونوا تحت سيطره امريكا. وننتقل للنقطة الجديدة ونبص على الخريطة، هنلاقي المياه العذبة بكثرة في أمريكا الشمالية، فنزويلا وكندا وأمريكا، ومعناه استقرار في المياه بشكل كبير على المدى الطويل. في الجهة المقبلة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا عندهم مشاكل في المياه كبيرة، وأيضا الصراع هيتنقل لشرق آسيا والهند، لأن الصين أول ما يحصل خطورة كبيرة على مواردها هتبدأ تقفل إمدادات المياه على شرق آسيا بالكامل. فكده تقصد على المدى الطويل أمريكا هتسيطر على المياه، مش الطاقة والغذاء والتكنولوجيا بس، إذا تم السيطرة وتنفيذ مخطط أمريكا الشمالية الكبرى. بالظبط. ونبص لسندات الخزانة الأمريكية هنلاقي أكتر بلاد بتشتريها، اليابان والصين وإنجلترا وكتير من الدول الأوروبية. وطبعا أمريكا سيطرت على الموارد، فكده اتحكمت في اللعبة وعليها ديون 39 تريليون دولار. وطبعا مفيش أي خوف من الديون. من أين حصلت أمريكا على هذه الخطة العبقرية؟ خطة السيطرة على المدى الطويل. من روسيا عملت كده في حرب أوكرانيا، حرب طويلة، واللي استفاد منها إعادة هيكلة روسيا عشان تبقى اقتصاد حربي شامل، عشان المصانع تصنع سلاح. تخيل الدرونز اللي كانوا بياخدوها من إيران دلوقتي بيصنعوها، والإنتاج المحلى زاد بشكل كبير. وعشان نفهم أكتر عن النموذج الروسي ده وإيه هي خطة روما الثالثة وليه هيفضلوا يحاربوا في أوكرانيا سنين جاية، استنونا في الجزء الثالث مع البروفيسور